أنا اسمي هند من القاهرة، عندي 24 سنة. اتخرجت من كلية تربية وبعدها اشتغلت 3 سنين في شركة. شكلي جميل قوي وأمورة، وكان بيتقدم لي ناس كتيرة جدا وأنا في الكلية، بس بابا كان بيرفض وبيقول لهم إن أنا لسه بكمل تعليم، لحد ما وصلت لمرحلة أنا ما كنتش أتخيل إن أنا ممكن أوصل لها في يوم من الأيام. نزلت اشتغلت في شركة وتعرفت على واحد زميلي شغال في نفس الشركة، جيت قدم لي وبابا وافق عليه واتخطبنا، وبعدها بحوالي 6 شهور اتجوزنا. جوزي ده اسمه عمرو وهو عنده 27 سنة، هو يعني على قد حاله شوية، وأخدنا شقة إيجار، ما كانش عنده شقة تمليك. اتجوزنا يعني في شقة إيجار. متجوزاه بقالي دلوقتي 1.5 سنة، ولسه ربنا مرزقناش بأولاد. واحنا قاعدين في يوم لقيته بيقولي إن هو زهق من شغل الشركة والشغل عموما في مصر، وإنه خلاص عاوز يسافر. قلت له هتسافر وتسيبني واحنا لسه متجوزين؟ قال لي هعمل ايه، ما انت شايفة الوضع بتاع البلد عامل ازاي، انا عايز اسافر. المهم قلت له طب هتسافر ازاي وهتعمل ايه؟ قال لي ان في ناس زمايلي قالوا لي على مكتب كده بيسفر الناس وبندفع له فلوس. قلت له طب هتسافر فين وبياخدوا فلوس قد ايه؟ قال لي هسافر على ايطاليا وربنا يسهل. قلت له طب وهتقعد قد ايه هناك؟ قال لي مش عارف والله، على حسب التسعير، بس عاوز حوالي 150 ألف جنيه. قلت له انت بتتكلم ازاي؟ 150 ألف جنيه ايه وهنجيبهم منين؟ قال لي ما انت هتبيعي دهبك وهنستخدمه يعني. طبعا انا رفضت اللي هو بيقوله ده، لان الدهب اللي معايا ده اصلا والدي اللي كان جايبهولي. واتخانقت اليوم ده خناقة جامدة جدا، لان انا في نفس الوقت مش عايزاه يسافر ويسيبني، وقعدت اكلمه ان هو ما يسافرش، بس طبعا هو مصمم، وبدأ يجمع الفلوس ويكلم الناس كلها اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش، وفعلا جمع المبلغ. بس هو كان زعلان مني علشان مرضتش ابيع الذهب، والموضوع ده عمل حاجز جامد قوي بيني وبينه. وبعد ما جمع الفلوس راح للمكتب اللي هو هيسفره، وخلاص عرفت ان هو هيسافر خلال شهر. وقعدت اكلمه واقول له طب انا ازاي هعيش من غيرك؟ قال لي ما تقلقيش، انا كده كده هبعتلك فلوس كل شهر اول ما اوصل بالسلامة. قلت له ان شاء الله هتوصل بالسلامة. وبعدها بحوالي شهر مشى وسابني وسافر، وكل ما اتصل بيه بعد ما سافر الاقي تليفونه مقفول، وما كنتش عارفة اوصل له نهائي. قعد حوالي اسبوع والتاني ومفيش اي جديد، تليفونه مقفول وما اتصلش بيا خالص. كنت هتجنن من القلق عليه. وبعدها بحوالي شهر لقيت رقم غريب بيكلمني، رديت لقيته هو. قال لي اطمني انا بخير ولسه واصل. قلت له ايه اللي اخرك كده؟ قال لي المكتب اللي كنت مسافر معاه كنت فاكر ان هو هيطلعنا طيران وشرعي، لكن الموضوع طلع مش شرعي خالص ورحنا ليبيا الاول. قلت له الحمد لله على سلامتك. قال لي انا مش عايزك تنزلي الشركة تاني ولا تشتغلي تاني، ونزولك من البيت يبقى قليل قوي. قلت له حاضر. وفعلا قعدت من الشغل وبقيت قاعدة بين 4 حيطان 24 ساعة، وكنت بزهق قوي من القعدة لوحدي، وكنت بنزل الشارع أتمشى من كتر الزهق والفراغ اللي أنا عايشة فيه. وبصراحة بقيت أحس بوحدة غير عادية، ويوم بعد يوم إحساسي وحبي لجوزي بدأ يقل جامد، لأني عايشة لوحدي وحاسة بفراغ جامد قوي في حياتي. وبقى بيبعتلي فلوس كل شهر مصاريف ليا يعني، بس الفلوس أكيد مش كل حاجة. ده غير كمان لما بعوز أكلمه على النت بالليل يا دوب يكلمني وقت قليل قوي، ويقول لي إن هو راجع من الشغل تعبان ومش قادر يتكلم وهيصحى الصبح بدري. قلت له طب انت اشتغلت ايه يعني؟ طمني. قال لي انا شغلي في المباني والتشطيبات والكلام ده. قال لي بشتغل اي حاجة بتجيب فلوس وخلاص، وبقى مقضي حياته كلها هناك شغل وبس.
وكلامنا مع بعض بقى قليل قوي، وما بقيناش نتكلم مع بعض إلا يوم واحد بس، وهو يوم الأجازة بتاعته. وجيت في مرة بسأله: انت ناوي ترجع امتى؟ قال لي: والله الرجوع ده مش بمزاجي، ومش أقل من 5 سنين. طبعا هو قال لي كده وأنا اتصدمت، وقعدت أفكر في حياتي هتمشي ازاي الفترة دي، حتى ما فيش معايا أولاد يشغلوني أو يملوا عليا حياتي. ساعتها دخلت في حالة اكتئاب كبيرة قوي، وده بسبب الوحدة اللي عايشاها، وكل ده وأنا ما كملتش شهرين لوحدي. وبقيت أروح أقعد مع أمي شوية كده كل يوم، بس خلاص فعلا ما بقتش قادرة أستحمل إن أنا أكون لوحدي، وحسيت إني محتاجة لحد في حياتي، حد يملى عليا حياتي اللي بقت فاضية. وفكرت أتعرف على حد من على النت، على الأقل أسلي وقتي وحد يكون موجود في حياتي وما حسش بالوحدة. المهم فتحت الفيسبوك بتاعي، بس مش هينفع إن أنا أنزل بوستات وكل قرايبي وأصحابي عليه، عشان مش عايزاهم يشوفوا أي حاجة أنا بنزلها. رحت عملت حساب على الفيسبوك جديد، وعملته باسم تاني خالص، مش اسمي نهائي. ودخلت على الجروبات بتاعة الفيسبوك بتاعة التعارف، وقلت محتاجة أتعرف على صديق محترم. لقيت ناس كتير قوي بتبعتلي وطلبات صداقة ورسايل. بصراحة أنا فرحت إني لقيت ناس كتير ممكن أتكلم معاهم، بس كنت خايفة ومش عارفة أتكلم مع مين ولا أختار مين. دخلت على الرسايل اللي الناس دي بعتها لي، لقيت معظمهم ناس بعتالي صور وحشة مش هقدر أتفرج عليها. ولقيت واحد بعتلي الرسالة دي، أنا هقراها لكم. كان بيقولي إن أنا عارف إنك محترمة ومؤدبة وبنت ناس، ونفسك تحسي بشوية حب ورومانسية، وعاوزة شخص تثقي فيه ويحفظ كل أسرارك ويكون أمين عليها ويحافظ عليكي وعلى مشاعرك. أنا قريت الرسالة دي وحسيت إن قلبي دق قوي، وحسيت إن لقيت كل اللي أنا كنت محتاجاه. حسيت إنه حد كويس وحاسس باللي أنا فيه. رحت كلمته وتعرفت عليه. هو اسمه وائل، وعنده 37 سنة، وشكله وسيم جدا. وقال لي إنه شغال مهندس بس مش متجوز لحد دلوقتي. وأنا عرفته إن أنا متجوزة بس عايشة لوحدي علشان جوزي مسافر، وطلب مني إني أبعتله صور ليا. ولما بعتله صوري ما كانش مصدق إن دي الصور بتاعتي، وطلب مني إني أفتح مكالمة فيديو علشان يتأكد إن الصور اللي أنا بعتها له دي بتاعتي. وفتحت فيديو وكلمته وكان مبسوط قوي، وبقى كل يوم الصبح لازم يبعتلي ويصبح عليا، وبقينا نسهر كل يوم أنا وهو. وكل ما يكلمني يقولي إن أنا هتجنن، وأعرف إزاي واحدة زي القمر زي كده جوزها يسيبها ويمشي ويسافر. وكل يوم لما بتكلم معاه بصراحة بيخلي نفسيتي في السما. وحاليا ما بقاش ينفع يعدي عليا يوم غير لما نتكلم سوا، وتعودت عليه وبقى شاغلني ومالي عليا حياتي اللي كانت فاضية. وفي نفس الوقت بقيت أبعت لجوزي وأقوله إن هو كمان وحشني، بس طبعا مش دي الحقيقة إن أنا ما بقتش أحس إن جوزي وحشني أصلا ولا أي حاجة. وبقى كل اللي رابطني بيه هو موضوع الجواز، لا أكتر ولا أقل. وبعد كلامي مع وائل حوالي شهرين بدأ يطلب مني إن هو يشوفني، وأنا بصراحة كنت خايفة قوي، لأن عمري ما رحت قابلت حد غريب قبل كده. كل كلامي أنا ووائل كان على النت بس. وفي نفس الوقت أنا كمان محتاجة أشوفه ومحتاجة أكون معاه. المهم اتفقنا على يوم هنتقابل فيه سوا، وقلت له أنا اللي هجيلك المكان عندك علشان عاوزة أكون في مكان بعيد ومحدش يعرفني فيه. وفعلا اتفقنا على حديقة كده موجودة في القاهرة. واليوم ده قبل ما أروح كنت فرحانة وقلقانة في نفس الوقت، كنت متوترة جدا. المهم وصلت للحديقة واتصلت بيه وقابلته، وبعد ما كنت قلقانة منه بس من كتر الكلام معاه خلاص حسيت ان التوتر والخوف ده بدأ يقل قوي. وفضلنا نتكلم انا وهو كتير وما حسناش بالوقت، وفجأة بدأت الدنيا تليل علينا والكلام خدنا والوقت جرى بسرعة. وروحت اليوم ده
وأنا مبسوطة قوي وحاسة إن بقى في حد مالي عليا حياتي. ومن الناحية التانية جوزي فين وفين لما بيتصل بيا، وبقينا بنتكلم مرة واحدة في الأسبوع أنا وهو، لحد ما في يوم كنت بكلم وائل على النت ولقيته بيقولي طب انتي ايه اللي جبرك على العيشة اللي انتي عايشاها دي؟ يعني جوزك مش موجود وهتفضلي كده لحد امتى؟ انتي كده ظالمة نفسك قوي. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي ما تتطلقي منه. قلت له طب وبعد ما اتطلق هتجوز مين؟ قال لي هتجوزك. قلت له يعني انت تقبل ان انت تتجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده؟ قال لي طب ما انا بقابلك اهوت وبخرج معاكي وقابل ان انا اكلمك واتعرف عليكي وبقينا اصحاب وانتي متجوزة. قلت له مش عارفة والله يا وائل، بس هتطلق منه ازاي؟ قال لي ارفعي عليه قضية خلع. قلت له لا ما اقدرش اعمل كده، اخاف بصراحة، وكمان اهلي هيقفوا ضدي في الموضوع ده ومحدش هيقف معايا خالص، والناس هتفضل تتكلم ويقولوا ما وقفتش جنب جوزها واتخلت عنه لما سافر، مع ان هو اللي سابني ومشى، وكل ده علشان خاطر الفلوس. يعني الفلوس بالنسبة له حاليا اهم من حياتي، بس هم طبعا مش هيفهموا الكلام ده. قال لي حاولي تعملي مشاكل معاه واطلبي منه فلوس زيادة عن اللي بيبعتها لك. وفعلا بدأت أفكر في اللي وائل قالهولي، لأني فعلا ما بقتش مستحملة الاسم بس إني متجوزة وعلى ذمة راجل، ومش حاسة إني متجوزة خالص. ولولا وجود وائل في حياتي كان زماني حصل لي حاجة. أنا بقالي 5 شهور دلوقتي على علاقة بوائل، وبقى كل حاجة في حياتي حاليا، وبقى كل كلامه معايا إنه عاوز يكون معايا ويعيش معايا، وما بقتش عارفة أعمل إيه. حتى لما بروح أقابله ونخرج سوا بقى يقول لي إن أنا مش بشبع منك. أنا معتبرك مراتي إني مش قادر أطولها ولا عارف أخدها في حضني. اعترفت له كمان إن أنا هموت عليه ونفسي أكون معاه أكتر منه، بس ظروفي كده غصب عني. لقيته بيقول لي إننا ممكن نتقابل في شقة واحد صاحبه، بس أنا طبعا رفضت حاجة زي كده، وإني مش ممكن أعمل حاجة زي كده أبدا. بس كل يوم كان بيطلب مني كده، لقيت نفسي بوافق وقلت له طيب صاحبك ده هيكون موجود معانا في الشقة ولا ايه؟ قال لي لا طبعا، ده هو بس هيدخلنا البيت وهينزل وانا وانتي هنكون لوحدنا. قلت له ماشي. واليوم ده رحت على العنوان اللي هو قال لي عليه وقابلته في الشارع وطلعنا سوا، وعرفت ان البيت اللي دخلناه ده بتاع اهل صاحبه ومفيش ناس غريبة في البيت غير صاحبه. المهم وقفنا قدام شقة صاحبه وراح مكلم صاحبه في الموبايل. صاحبه فتح لنا الشقة وسلم علينا ودخلنا قعدنا، وراح قافل الباب وقال لنا تشربوا ايه؟ قلنا له لا متشكرين جدا. راح قايل لوائل انا هنزل اروح مشوار كده وقبل ما تمشي رن عليا هجيلك. قال له ماشي. وبعد ما صاحب وائل نزل بقينا في الشقة انا ووائل لوحدنا. انا لقيت وائل ده اتحول وبقى واحد تاني. حسيت انه اول مرة يشوف واحدة ست. اول ما قرب مني وبدأ يلمسني بقى يعمل كل حاجة معايا كأنه اول مرة يشوف واحدة ست. وانا بقوله طب بالراحة واهدى شوية، وهو يقولي ما صدقتي بقيتي بين ايديا. وفضل يبوس في شفايفي وخدودي وخلى اعصابي ثابت من كتر الحاجات اللي بيعملها معايا. وانا كل ده خايفة ان صاحبه يطلع فجأة ويشوفنا. وقلت له طب اقفل الباب كويس، انا معاك ما تخافش وهخليك تعمل كل حاجة نفسك فيها. انا كان بقالي 8 شهور من بعد ما جوزي ما مشي محدش لمسني، كنت خلاص على اخلي. كانت اي لمسة من وائل كانت بتدوخني، ووائل كان بيتعامل معايا بعنف، وانا كمان ما بقتش قادرة استحمل من كتر ما انا مشتاقاله، وبقيت اتعامل معاه بعنف واخده في حضني جامد لاني مشتاقاله قوي ومحتاجاله قوي ومحتاجة لكل لمسة منه. وفضلنا مع بعض حوالي 2 ساعات، كانوا اجمل 2 ساعات عشتهم في حياتي مع واحد اتمنيته يكون هو اللي جوزي. بجد اول مرة احس بجمال حضن راجل زي ما حسيتها مع وائل. وبعدها ب2 ساعات بعد ما وائل خلص معايا راح اتصل بصاحبه. صاحبه رجع وانا قلت استريح شوية لان اعصابي كانت سايبة وما كنتش هعرف امشي في الشارع كده.
وبعد ما روحت البيت وبرغم كل اللي حصل مع وائل وأنا حاسة إن أنا عاوزاه تاني، عاوزة أقضي معاه باقي اليوم ويبات كمان في حضني، مع إني ما كنتش كده وكنت عادية وهادية جدا وما كنتش بفكر في الحاجات دي خالص. بس الإحساس اللي حسيته مع وائل خلاني أحس إني أدمنت واتعودت عليه قوي، وبقى كلامنا على النت أنا وهو قليل قوي لأننا بقينا نحتاج نكون سوا في حضن بعض، وكلام النت ما بقيناش نشبع منه. قعدنا نفكر كتير قوي في فكرة تخلينا أنا وهو في مكان لوحدنا من غير ما يكون في قلق علينا وما نكونش خايفين. فكرت أجيبه البيت عندي بس برضه كنت قلقانة، لحد ما فكرنا في فكرة إنه يأجر شقة عندي في العمارة اللي أنا قاعدة فيها، بحيث لما يكون موجود في العمارة وحد يشوفه يبقى عارف إن هو ساكن وتبقى الأمور عادية خالص. وفعلا عملنا كده وأجر الشقة وبقى يجيلي كل 2 أو 3 أيام في الأسبوع، وساعات كنت بطلع الشقة عنده وهو ساعات كان بيجيلي الشقة عندي. وبقالنا حوالي 3 شهور دلوقتي مع بعض، وبقى معوضني عن جوزي، ده غير إني بقيت بعشقه لأنه هو اهتم